السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي على اليوتيوب غانو كويزين. ان شاء الله تكونوا كامل بخير. نتمنى تشوفوا هذا الفيديو تاع النهار اليوم جبتكم وصفه جديده. كنت شاركتها معكم في الانستغرام وفي تيك توك وطولت شويه باش نحطها لكم هنا في اليوتيوب، واليوم قلت نحطها لكم بطريقه مفصله، وهي هاد الدجاجه المحمره. صراحه هاد الدجاجه المحمره بزاف تجي بنينه وافضل من تاع المحلات، تجي طايبه زبده كيما راكم تشوفوا. شوفوا كش هناك طيبتها راهي تذوب. صراحه تجي بزاف بنينه، على بالي راح تعتمدوا هاد الوصفه خاطرش ساهله وتتبيلتها بزاف هايله. قبل ما نبداو في الوصفه ما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش تلحقكم اي وصفه نحطها، ورانا قرب الوصفات الرمضانيه قبل رمضان ان شاء الله. وفي رمضان راح نجيب لكم بزاف لي غيسات هايلين. الحاجه الاولى جبت الدجاجه تاعي اللي كنت شوضتها خفيف، معناتها ما شوضتهاش حتى وين نكحله، شوضتها بالخفيف وغسلتها مليح، معناتها غسلتها مليح بالخل والقارص والماء. وهنايا في ريسيبيون درت 2 مغارف كبار تاع الزبده اللي كنت درتهم يذوبوا، 2 مغارف كبار تاع الزبده. بعد ما ذابوا لي درتهم في ريسيبيون ودرت معاهم 2 سنات تاع الثوم. وهنا نروح نحط فوقهم توابل تاعي. التوابل تلقاهم مكتوبين في صندوق الوصف بالتفصيل. درت هنا الملح، فلفل الكحل، زنجبيل، ثوم بودره، درت بصل بودره، درت زعفران، شويه زعفران راح يعطيها اللون بزاف هايل. درت شويه تاع العكري ودرت شويه تابل الدجاج وشويه تاع الكركم. معناتها التوابل هذوما كامله راح نعاود نكتبهم لكم لتحت في صندوق الوصف، ولا تلقاوهم في التعليقات راح نعاود نكتبهم لكم في التعليقات. انا استخدمت هاد التوابل تاع ينسون. شوفوا هادوما على بالي راح يعجبوكم لو كان تدوهم من رمضان. كيما راكم تشوفوا هاد الباطه فيها 3 باكيات، كنت هضرت لكم عليها في الانستغرام. كاين توابل الخاصه، كاين توابل الاساسيه، كاين اللي فيها الاخرانيه كيما السانوج والجلجلان. هادو عبالكم ريحتهم بزاف هايله، هادو توابل مغنيه ومن الماركه تاع ينسون. راح نخلي لكم اللي يحب يكوموندي راح نخلي لكم رقم الهاتف لتحت والصفحه تاعهم الرابط تاعها في الفيسبوك في الانستغرام. صراحه لو كنت كومونديهم على بالي راح يعجبوكم سورتو الرمضان، والريحه تاعهم بزاف هايله. هنا بعد ما ضفت التوابل تاعي لهذيك لا ماريناد خلطتها مليح مليح. وهنا في ريسيبيون واحد اخر جبت الرز تاعي، درت كميه تاع الرز يغلي، طيبته عادي، انا استخدمت رز بسماتي، ودرت منه مغرف كبيره من هذيك لا ماريناد. شوفوا اللون تاع التوابل شحال شباب. هكذا خلطتهم مليح. هذاك الروز خلطته مليح ونحطوه بجيه. هنايا واش نروح نديرو، درت لهم هنا شويه عشب معطره شويه باش تعطيها نكهه شابه. وكيما على بالكم الروز اللي يجي داخل الدجاجه يجي منكه بزاف، يجي معطر بزاف بالتوابل كيما ناكلو الدجاج محمر برا. انا حكمت الدجاجه تاعي كيما قلت لكم، نقيتها وغسلتها مليح، ما من الداخل لازم تنقوها وتغسلوها مليح. وهنا نجي نعمرها بهذاك الروز اللي درناه كيما راكم تشوفوا هكذا. والزعفران هو اللي يعطينا هذا اللون الصفر. هنايا ربطت الدجاجه تاعي بهذا الخيط اللي يدخل للفور، هاو يتباع تلقاوه عند اللي يبيعوا دوزه تاع الحلويات. شوفوا تجيبوا خيط من هذه الجهه ومن هذه الجهه، تربطوا بهم الفخاطين وهكذا وتكروازيوها بهذه الطريقه. تهبطوا هذوك الخيوط للتحت هكذا وتطلعوا تربطوها هنايا، وتعاودوا تهبطوا مره واحده اخرى لتحت. دوك تشوفوا الطريقه. هنايا ربطتها، دوك نربطها. شوفوا هنا راني ربطتها ونعاود نهبط الخيط للتحت وكيما وربطوا كيما تعرفوا. المهم الدجاجه تاعكم تقعد مزيره، المهم كي تربطوها تحسوها بلي راهي مزيره وحاكمه روحها، باش كي ندخل الفرن ما يخرجش منها هذاك الروز ولا تقعد حاكمه روحها. هنا عاود طلعت هذاك الخيط وربطتها مره واحده اخرى. هنا لازم نثقبوها غير بالموس باش كي نديروا لها لا مارينا تدخل لنا ديك لا مارينا للداخل وتجينا الدجاجه بنينه ما تجيناش ناشفه. اكيد جبت لا مارينا تاعي ونبدا هنا نطلي فيها بالدجاجه تاعي. في الاول تستخدموا غير البانسو، من الافضل تستخدموا يديكم. انا دوك نقول لكم كيفاش استخدمت يديا. هنا من الفوق هكذا درت لها هاد لا مارينات كيما راكم تشوفوا، دخلوها مليح. ومن بعدك جبت انا استخدمت ليغون، من الافضل تستخدموا ليغون ولا بيديكم تغسلوهم مليح. قلبتها على الجهه الثانيه وزدت مسحتها بهذه الطريقه كيما راكم تشوفوا هكذا. ومن بعد كي نكمل نمسحها هكذا من الفوق، جبت بيديا نبدا ندخل بين الفخاطين، خاطش تماك لا ماريناد ما راحش تدخل لنا بالبانسو. شوفوا نبدا ندخل بين هذوك الفخاطين وين دخلنا دوك الخيوط في الاول لداخل هكذا باش تشرب لنا كامل هذيك البنه تاع الاخر. هنا نروح نجيب سنيوه تاعي. انا استخدمت السنيوه الكبيره، قطعت فيها البطاطا. انا شريت هذيك البطاطا الصغيره، خليتها بقشورها، غسلتها مليح وقطعتها هكذا. ودرت هنيك شويه حبات على البصل اللي كنت قطعتها هكذا بالطول. شوفوا هذاك الغيسيبيون اللي درنا فيه لا مارينات، درت فيه كاس تاع الماء باش ندو كامل هذيك البنه اللي كانت في الغيسيبيون. هنا جبت 4 كاس تاع الزيت، ما تكثروش بزاف. وبعدك نحط فوقها الدجاجه تاعي. هنا نغلفوها بابي هذاك ورق الطهي، ونزيدوا لها بورق الالومنيوم مليح، نغلفوها مليح بورق الالومنيوم وندخلوها على فرن يكون مسخن من قبل على 180 ولا 170 درجه. ندخلوها طيب حوالي 2 سوايع. شوفوا انا دات لي 2 سوايع سوا.
زوج سوايع في الطياب. بعدها خرجتها، نحيت منها هذاك الورق. هنا نحي من هذيك لاصوص اللي لقيتها كامل. هاد لاصوص ندهنوها بها، نجيبو بانسو ندهنو الدجاجه تاعنا مليح بهاد لاصوص اللي تلقتها وندخلوها تتحمر. معناتها نشعلو عليها من الفوق. كي تشعلو عليها من الفوق تتحمر لكم من الجهه الفوقانيه، اقلبوها وزيدوا حمروها من التحت. بعدك عاودوا قلبوها كما كانت ودوك تشوفوا النتيجه. كش حمرت وتجي بزاف هايله، على بالي راح تعجبكم لو كان تجربوها. ولا كاش نهار ديروها في رمضان ان شاء الله، راهو جاي رمضان ديروها للضياف ولا الكاش قاعده هكذا عرضتوا ناس. ان شاء الله تكون عجبتكم وصفه نهار اليوم. ما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش تلحقكم كل جديد وفي وصفه اخرى ان شاء الله.